انا جيت. لو سمحت تدفع كام ايجار؟ ايجار؟ انا شاري هنا بحاجه صغيره ب 20 مليون كده. طب ممكن اخد؟ لا دقيقة شوي، صلي على النبي، صلي على النبي. وجيبوا لي قطرات عيون لانه بدنا نشوف شغلات مقرفة. يلي ما عنده قطرات عيون يجيب كلور. مخرج يا زنقيل، الانترو بميتك زكاتك. معلم بدي افرجيك فئه من المجتمع مختفيين. هاي دور ما هاي والله هني ما بيعرفوا حالهم والله. معلم ما عندهم ولا دقيقه فراغ اطلاقا، مو مثلي ومثلك اقسم. نحن بالنسبه لهم يعرفوا والله. يلا يا جماعه 3 جاهزين؟ تعال بدي لما يقول لك الايجار تضحك ضحكي هي بتطالع من تحت شلون ما بفهم. بدي تصفوا ضحكي تحسس المشاهد انه تافه مفلس. شو ما العمل خالص. يلا اكشن. لو سمحت تدفع كام ايجار؟ ايجار؟ انا شاري هنا بحاجه صغيره ب 20 مليون كده. طب ممكن اخد جوله داخل شقتك؟ لا مش فاضي، انت زي ما شايف عندي معاك. مش هنطول، بسرعه يلا مفيش مشاكل، يلا. الله يكسر ايديك وبرافو عليك. روح صف لي السياره بالباركينج ماشي، وانقبر ارجع وقف لي عند الباب لانه عندك مشهد اخر من هيك. زي ما انت شايف يا زيزو، الباب اكبر من حياتي كلها، ماليش خلق افتحه، بيفتح لوحده. فاهمني؟ مش طالبه معايا اتعب نفسي في الحاجات دي طبعا زي ما انت شايف الليفنج اريا سقف عالي قوي. تعرفني ما بحبش الخنقه، بحب الدنيا تبقى واسعه. تمام؟ انا مش عايش هنا اصلا، فاهم؟ انا عايش فوق 6 اوض، بنام كل يوم في اوضه. تعال اوريك المطبخ بس قبل ما نطلع فوق. تعرفني بحب الاسود، كله اسود في اسود، وطبعا عشان الفلوس كتير المطبخ مش مطبخ واحد، مطبخين في بعض. تمام؟ ايوه فرجيهم انك غني وما بتلمس شيء انت بايدك، على شلون باب بيفتح حاله. وذل اهاليهم انك غني. ايوه كل شوي مصاري وغناء وثراء انت وبنطلونك اللي واصل لحلقك ضاينك. انت عارفني بتخنق بسرعه، فلازم ازود المطابخ. فزي ما انت شايف اسود في اسود عشان بس ايه ما احسش كله جولد، بزهق من الجولد. هنطلع بالسلم؟ لا مش عايز. تعالى نطلع بالاسانسير النهارده، تعبان. ستوب الله يفضى عليكم. لك ليش في ناس عند الريسبشن؟ ليه في ناس عند الريسبشن؟ لك عمي الله يرضى عليكم، على اساس عم نصور بيت، نحن ما عم نصور اوتيل. شيل هالعالم الله يفضى عليك. واكشن ان شاء الله باكشنك ان شاء الله يا رب. ماستر روم بتاعتي تعرفني بحب الحاجات الفانسي بزياده. تمام؟ زي ما انت شايف هنا الجيرلز روم. سي هاي ناتالي. اوكي. وبنام هنا زي ما انت عارف. بحب دايما ابص على فيو وانا نايم. لازم تشوف الحمام عشان انت عارفني ليا برضو شغل معين في الحاجات دي. لازم لاكجري استحمى وانا مبسوط. كل حاجه طبعا عندي منها 2، الفلوس كتير. حتى الفوط عندي 3 عادي. فاهمني؟ فهمتني يوم فهمتني يوم. حبك سفاو. أغرم وماسك لي سلام، حبك مانجا وتفاح، حبك مانجا وتفاح. لو سمحت تدفع كام ايجار؟ لا مش مؤجر، انا مشتري شقه صغيره بس كده هنا في المارينا. شاريه بكام؟ مش كتير، ب 8 مليون درهم. طب ممكن اخد جوله داخل شقتك؟ معلش بس انا عندي تمرين. معلش مش هنطول. طب بسرعه يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باليمين يا باشا. ايوه الحاجات دي بتتنظر انت عارف. دي يا سيدي الشقه، ده الفيو اول ما بتدخل بالم فيو. ده الليفنج. رحت جبت الكنبه دي من اغلى مكان في دبي عشان خاطر انا قعدتي كلها في الليفنج هنا. لك عمي اهم شيء طيبه القلب ترتاح. يعني اذا ما ارتحت طيبة قلبي انا وين بدي بشوف يعني عرفت شلون؟ انه هالكنبه بتريح طيبه القلب. صنعوها من طيز الضفدع الافريقي، انه طيز الضفدع الافريقي بتجي هيك سيليكون. تفضل. انا قاعد بقى شايف البحر قدامي. ده احسن نقطه واحسن مكان في دبي. دي الدايننج تيبل. الرخام ده معمول من، ده مش رخام، ده عج معمول من ناب 200 فيل افريقي. معلم الفيل لما بيوجعوا نابه بيروح لعند دكتور اسنان بيقول له يا دكتور لحني الله يستر عرضك نابي عم يوجعني. بيقول له لا يا فيل تشطح على هالتخت لعينك. بعينه الدكتور بيمسك بعدين الكماشي وبيحطها بتمه يعني، وبيمسك نابه وبيخلاله اياه. بيرتاح الفيل وبيروح ويذهب ويستطيع ان ياكل ويبلع الحيتان. المهم الدكتور ذكي، انتوا ما بتعرفوا الدكتور انا بعرف. بيلم النبات تبعت الفيله ماشي، وبيروح بيتصل على هدول الشباب المستثمرين الناجحين اللي ما حدا بيعرف. المهم بيجيبهم وبيحطهم بين ايديهم وهن اللي بيعملوا منهم طاولات. اكمل اجري، اكمل المطبخ زي ما انت شايف كده ان شاء الله بذكاء. في حوضين كل حاجه في منها 2. في فلوس كتير بقى. انت الثلاجه بص بابين مش عندك عشان ساعات بدخل انا والضيوف. معلم انتوا الضيوف
هلا شوفوا، هدول الشباب يا ما عم يتمسخروا علينا يا ما عم يتمسخروا على الفيديو اللي من شوي حكينا عنه. انك تنتقد هذا الشيء بنفس الشيء مو شيء. يعني مو يعني اكبر، يعني انت يعني حدا بيصلح الغلط بغلط، يعني انت عم تفرج الناس عالم ما فهمت انك انت عم تمثل، يعني ما تمثل يا اخي، ما تمثل، لانه في ناس كثير ما فهمت من تمثيلك انه تمثيل، او انك انت عم تنتقد هذاك الشخص لانك انت اساسا جايب بيت فخم عم تحكي عن قومة اشياء. يعني امسح الفيديو. هل تكملوا يا اثرياء العالم؟ احنا الفقراء، احنا بحياتنا ما شفنا هيك شغلات، فانتم فرجونا وقهرونا، ما بيصير. اكمل روح دعس ان شاء الله بيدعسوا عليك بقاطره لا ليش قاطره مقطوره؟ توك توك او الطرطيره وي زي ضايعين. يا ابني بيتك لو سمحت تدفع كام ايجار؟ الا 6 غرف فيها حمام سباحه تكلفتها 19 مليون درهم بس. ايه ده؟ واضح ان في ضيوف. ايه ما عادي ضيوف، هدول ضيوف صاحبين البيت، ما بيأثر. اكمل طبعا معك نحن ديزاين سردين. ودي الغرفه الماستر بالنسبه لناس كتير هتبقى عامله زي شقه فيها مساحات واسعه جدا. طبعا ديزاين ايوه روبرتو، ما انت خليت كل البيوت شبه بعض، كلها نمور في كل حته. لو سمحت قول له كفايه نمور وبعد اذنك سيبنا نكمل. بعد ما شفنا هالفيديوهات الجميله يلي بتخلي البصير يفقد بصره والاعمى يفقد عمعيه، نستنتج انه هالاشخاص كلها زائفه. هدفها الباطني الوحيد انك تكون بحالة اكتئاب، انك تفقد الشغف بأي شيء عم تساوي، لانه لما عم تشوف الفيديوهات وتقارن حياتهم الوهمية اللي عم تشوفها بحياتك حاليا رح تكتئب. هدفهم العلني انك انت تشوف فيديوهات انه او ماي جاد وين وصلوا، لانه هن فاتوا بالبزنس الفلاني، واو شلون عايشين حياتهم وهن شباب بعمر ال 21 ال 25. بعد ما يسفقوك 100 فيديو من هذا النوع بيقول لك عندي انا كورس راح اعلمك انا كيف راح تحصل على هاي الاشياء في 5 أشهر، وادفع لي $1000 راح تسويك مليون خرنير بتصير وبتدخل زقوة. ومثل ما تعودنا على صناع المسخرة العرب هي سرقة المحتوى، لأنه هذا المحتوى هو محتوى أجنبي مش عربي. How much do you pay for rent in New York? Can I have a tour of your apartment? Oh, dude. لو اخذ المحتوى ومساوي مثل ما هو شخص بيروح بيسأل اشخاص عاديين ايش قد كذا وش قد كذا، ولا عن نتعرف على كيف الاجارات بالمكان الفلاني وكيف الاجارات بالمكان الفلاني، كنا ما حكينا شيء. بس انك تاخذ اليوم المحتوى وتساويه كبزنس إلك للنصب والاحتيال، لا، هون نحن راح نطلع ونوقف وجهك. ونصيحة ما تدخل ولا كورس ولا تدفع مال، لأنه أنت عم تفيدهم مش عم تفيد نفسك. اليوم الإنترنت كبير وعميق، بإمكانك أنت تكتشف، بإمكانك أنت تبحث عن نفسك فيه، بإمكانك تعمل كتير أشياء. أنت مش محتاج لشخص تعطيه مصاري لحتى يعطيك معلومات هي اوريدي موجودة على الإنترنت، ومنها معلومات خطأ. لا تشتري وهم. وإذا في شيء معين حابين نحكي عنه بالفيديو الجاي لا تنسوا تتركوا لي هذا الشيء بالتعليقات. لا تبخل علي باشتراك حلو ظريف منك، السبسكرايب بعد اللي بسموه، واللايك ثم اللايك ثم اللايك. وشكرا. يعني إذا ما حبيت تدعمني باشتراك ادعمني بلايك، بيرتفع الفيديو، فلوس غيرك تشترك، يعني عرفت. شكرا من القلب، السلام عليكم.